وداعا للمخابز وداعا لشراء البتي بان. حضريه معايا كيجي رائع. شوفوا النتيجه النهائيه افضل من المحلات الكبرى وبطريقه جد سهله وبسيطه. خلي لي لايك وتابعيني باش توصلي بكل جديد. على بركه الله. كنحتاجو نصف كيلوغرام من الدقيق، ملعقه صغيره من الملح، وثلاثه معالق كبار ونصف من السكر. ملعقه كبيره علاش كنتكلموا، ملعقه كبيره من خميره الخبز. ونخلطوا النواشف مع بعضهم. كنضيفوا بيضه واحده ونضيفوا ثلث كاس من الزيت، يعني اقل من نصف كاس بقليل. كنضيفوا كيس سكر نكهه الفانيلا وكيس خميره حلويات تنضيفوهم جانبا مع النواشف ونخلطوا. ومن بعد كنخلطوا الكل جيدا. وكنحتاجوا الكاس واحد من الماء، ما يعادل 150 مليلتر. العجينه كتبقى لينا صلبه جدا كما لاحظتوا معايا على هذا الشكل. ضروري تكون صلبه باش ما تقطع لكمش. كنجيو ندلكوها جيدا، وهذا هو السر. قد ما دلكتوها مزيان قد ما كتجيكم ناجحه. كنحتاجوا الزبده 250 غرام، سواء ديال الحلويات او لا الزبده ديال التوريق. يستحسن تستعملوا ديال التوريق. كما شفتوا معايا كنشكلوها بشكل طولي، وكنجيبوا العجينه ديالنا ما نخليوهاش تختمر، كنخدموا بها مباشره. كنوضعوا فيها الزبده على بركه الله. شفتوا كيفاش شكلنا الزبده غير باليد ديالنا، وتكون ضروري بدرجه حراره المطبخ باش تشكل لينا بكل سهوله. كنغطيوها بالعجينه وكنجيو بمساعده الدقيق نجيبو مدلك وندلكو بشكل طولي كما لاحظتوا معايا، وغادي نلفوها ولا نطويوها على هذا الشكل. حاولت نعطيكم بالتفصيل باش تنجح معاكم. وكنجيو كنلفو الجهه الاخرى ونغطيوها ونخليوها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق باش تطلق لينا بسهوله. بعد ما ارتاحت كنطلقوها دائما بشكل طولي وكنرشوا الدقيق. نتمنى الطريقه تكون واضحه. ومن بعد كنلفوها نفس اللفه الاولى دائما، كنطلقوا بشكل طولي. نعاودوا نلفوها ونخليوها ترتاح لمده 10 دقائق، وكنرجعوا مره اخرى بعد ما ارتاحت وكنطلقوها دائما بشكل طولي. المهم راه الطول باين دائما بالميدلك، ونجيو نلفوها على هذا الشكل. وهذه هي اللفه الاخيره. الان غادي نغطيها وغادي نخليها شويه ترتاح باش تطلق ليا بسهوله. تقريبا غادي نخليها واحد المده كذلك ديال 10 دقائق حتى ربع ساعه. ومن بعد ما ارتاحت غادي نجيو كنرشوا بالدقيق ونبسطوا العجينه، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. من بعد كنجيو كنعملوا نقطعوها لشرائط. هنا خديت القياسات بالشوكولاته، كنعمل كل جوج في قطعه. كنلفوا اولا كنصفوا الشوكولاته على هذا الشكل وكنجيو كنقطعوا. من بعد كنجيو كنجبدوا العجينه باليد ديالنا، نوضعوا الشوكولاته ونلفوا، نجبدوا العجينه باليد ونوضعوا الشوكولاته ونلفوا. ضروري تجبدوا العجينه. وبالنسبه اللفه تكون مرخوفه، ما تزيروهاش باش ما تطرطق لكمش. كنعملوها في صفيحه الفرن ونخليوها تختمر. كنجيبوا صفار بيضتان نضيفوا ليهم ملعقه كبيره من الحليب وندهنوها بعد ما اختمرات. حاولوا ما تضغطوش عليها باش ما تخرجوش الهواء ديال الاختمار. من بعد كندخلوها الفرن ساخن جيدا من قبل على درجه حراره 220، وكننزلوا الحراره ل 150 وكنخليوها تنضج على خاطرها من الاسفل، وكذلك كنحمروها من الفوق. وهذه النتيجه النهائيه. ما تنساوش تتابعوني باش توصلوا بالجديد.